دي احلى تتبيله وطريقه تعملوا بيها الفخده الضاني، والناس اللي مش بتحب طعم الضاني لا يمكن ابدا يلاحظوا طعمها. اول حاجه بعملها بحمص التوابل اللي هستخدمها عشان دي بتفرق قوي في الطعم. بجيب التوابل الصحيحه بحطها في طاسه على نار هاديه دقيقتين بس، واول ما ريحتها تطلع وتتحمص بطحنها بعد كده في الهون او في الكبه. التتبيله بقى ميه بصل وميه طماطم، بحط عليها نص كوبايه لبن رايب او كوبايه زبادي، معلقه كبيره من التوابل اللي احنا حمصناها، معلقه بابريكا، معلقه بهارات لحمه، وبحط عصير ليمونتين كبار وربع فنجان من الخل، وبظبط الملح وبقلب التتبيله دي كويس قوي. الفخده وانتوا بتشتروها اطلبوا من الجزار ان هو يكسر لكم العظم بتاعها ويعمل لكم فيها شرايح كده علشان تستوي بسرعه. غرزوها بالثوم وحطوا كمان عيدان من الزعتر والروزماري الفريش، وبعد كده بقى هاتوا صينيه كبيره حطوا فيها كل الخضار اللي انتوا ممكن تكونوا بتحبوه. بعد كده حطوا عليها الفخده وانزلوا بالتتبيله بقى اللي احنا عملناها دي، وغرقوها بالتتبيله كلها وسيبوها في التتبيله دي اقل حاجه 6 ساعات، ويفضل طبعا لو تتبلوها وتشيلوها ليله كامله في التلاجة. وبعد كده بندخلها فرن سخن جدا اول نص ساعه على اعلى درجه حراره، وبعد كده بنهدي النار ل 180 ونسيبها تستوي براحتها خالص. تقريبا هتاخد في الفرن 3 ساعات وهتبقى بالشكل اللي يجنن اللي انتوا شايفينه ده. قدموها مع الرز بالخلطه وبألف هنا.